بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه يا أحلى حبايب وأحلى متابعين؟ أخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح للنهاردة. ده طبعا تاني فيديو أنزله ليا بعد العملية بتاعتي. كل اللي يشوف الفيديو بتاعي يا ريت يدعي لي بالشفاء العاجل، ان ربنا يكتب لي السلامة ان شاء الله. وانا سعيدة بصحبتكم، وسعيدة ان انا بطلع اتكلم معاكم، وبنشوف ايه المشاكل وايه القضايا اللي شغلة الرأي العام وبقت عاملة بلبلة على السوشيال ميديا وفي الاعلام بتاعنا. طبعا انا امبارح كنت بناشد الفن والفنانين ان هم يبصوا شوية للغلابة والفقراء والمساكين والشعب المصري، وعموما وطائفة الشعب اللي هي الطبقة اللي تحت، يعني الناس الشعبيين اللي انا منهم يعني. الموضوع اللي انا جاية اتكلم فيه النهاردة هو موضوع الله يرحمه أمح، اللي هو كان الولد اللي بيشجع النادي الاهلي يعني. طبعا موضوعه من البداية للنهاية هو قضاء ربنا سبحانه وتعالى. هو كان عادي وربنا كان يشفيه ويعافيه، احنا طبعا عارفين ظروفه وعارفين وضعه، والناس كلها لما شافته على السوشيال ميديا، وكان بيشجع النادي الاهلي، محمود الخطيب نفسه رئيس النادي الاهلي كان بيتصور معاه وعمل معاه حوارات ولقاءات، وهو كان حد جميل قوي والناس كلها فرحانه بيه، وحتى الممثلين كلها راحت زارته، منهم سعد الصغير. راحوا زاروه في المستشفى لما تعب. اولا الحادث بتاعه كان حادث طبيعي زيه زي اي حد. هو كان في حمام السباحة، اتزحلق، وقع على ظهره، جاله كسر في العمود الفقري زيه زي اي بني ادم عادي ماشي في الشارع. انا ممكن اكون في الحمام بتاعي مش في حمام السباحة، اتزحلقت وقعت على ظهري، جالي كسر في العمود الفقري، رحت عملت عملية، ربنا ما أردش فتوفاني الله سبحانه وتعالى. فكون ان الناس كلها طالعه دلوقتي بتتكلم فيه سر في وفاته، سر وفاه قمح، سر وفاه مش عارفه ايه، والناس كلها نازله اتهامات ونازله شتايم، والفنانه ريهام سعيد هي اللي سبب في موته. انا نفسي افهم ريهام سعيد عملت له ايه؟ هو لو هي السبب في موته، هي اللي عملت له العمليه، ده هي اللي دافعة تكاليف ومصاريف العملية كلها من الألف للياء. ده يا جماعة غلط. الطريقة دي والوضع ده يمنع أي حد يساعد أي حد. يعني دي هي دلوقتي لما هي تكفلت بمصاريف العملية ومصاريف الدكتور ومصاريف المستشفى، وفي الآخر ايا كانت سبب الوفاة، طبي او غير طبي، او هي ارادة ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اراد ان هو ما يتبهدلش اكتر من كده. الناس كلها شافت الفيديوهات بتاعته وهو طالع يبكي من المرض والنومة في السرير. محدش يعرف النومة في السرير ولا المرض الا اللي دقها، اسألوني. انا عاملة عملية ما رقدتش اسبوع، ما بالك اللي عنده كسر في العمود الفقري ان كان بقاله شهر ولا 2 ولا 3. انا عندي الله يرحمها حماتي لما جالها الكسر في الحوض، إن الدكتور قال لنا دوت الكسر المميت، يعني هو هيبقى سبب في وفاتها. وكذا دكتور وروح لفينا والله اكبر مستشفيات في مصر عشان يعملوا لها العمليه. فعايزه اقول لكم ان احنا لفينا بيها مستشفيات مصر الكبيره كلها، ما خلاناش. وهي كانت على فكره بتتعالج تبع اكبر مستشفيات في الجيش: مستشفى كوبري القبه، مستشفى المعادي، مستشفى الحلميه للعظام بس، مستشفى هنا اللي جنبنا دي بتاعت غمره العسكري، لان هي كانت تبع حمايه، كان في الجيش، كان ضابط في الجيش. فعايزه اقول ان لما وقعت اقسم بجلال الله ما كانت بتشتكي من حاجه، حتى برشامه الضغط ما كانتش بتاخدها، كانت بتاخد بس برشامه للمعده وحاجه عشان الذاكره. لكن لا كنا نعرف ان الكليه عندها بايظه، ولا كنا نعرف ان هي عندها الضغط،
او هي كان عندها الضغط واحنا ما نعرفش. حاجات كتير. عايزه اقول لكم ان الشهرين اللي هي رقدت فيهم موتت او تسببت في فشل اجهزه كتير جوه الجسم. الرقده لوحدها يا جماعه ايا كان نوع الكسر، ان كان الكسر في العمود الفقري ولا الكسر في الحوض ولا الكسر في اي حته في الجسم، طالما انت راقد ما بتتحركش من مكانك، اعرف ان انت هتخرج. حتى لو قمت بالسلامه هتعرف ان انت عندك حاجات كتير فسدت، منها مثلا الكلى. حماتي فوجئنا ان احنا هنغسل لها كلى. سبب وفاة قمح يا جماعة هو عند ربنا سبحانه وتعالى. بس الكلام اللي انتوا عاملينه مع ريهام سعيد ده غلط. دي ست كتر ألف خيرها، احنا المفروض نشكرها ان هي تكفلت بعلاج الولد ده او الشاب ده، وربنا يكتر من امثالها. احنا بقول لكم انا لسه عامله فيديو بتاع امبارح اني على فرح بنت احمد زاهر، على البهرجه واللي بيعملوه يا جماعه، يوفروا جزء من البهرجه دي يعالجوا بها الناس الغلابه، يوزعوها على الناس. والله لو هم اتجهوا للطريق ده، طريق ال ان هم يساعدوا الناس، مصر مش هيبقى فيها حد فقير، مصر مش هيبقى فيها حد جعان، مصر مش هيبقى فيها حد عيان ولا حد مريض. زي من كتر الاعلانات اللي هم بيعملوها في رمضان، اعلانات الشحاته دي كلها، تلات ارباع الفنانين اسمع ان هم بيتبرعوا بيها، ما بياخدوش فلوس. طيب لما تيجي واحده منهم وتعمل لي انا كسعاد عمليه وتسببت لا قدر الله ما ده مش خطأ ريهام سعيد يا جماعه، هي اللي عملت له العمليه ريهام سعيد، مش ريهام سعيد اللي عملت له العمليه. ده خطأ. لو هو خطأ يبقى خطأ طبي، خطأ الدكتور اللي عمل العمليه، خطأ الفريق الطبي. يبقى احنا نحاسب الدكتور ونحاسب نقابه الاطباء. وفي الاول في الاخر ده اجله ونصيبه، هو مكتوب له ان هو هيموت اثناء العمليه، ده نصيبه ودي موته. هنعرض ربنا سبحانه وتعالى في ايه؟ في ايه؟ احنا كده بالطريقه دي والتشهير اللي الناس بتعمله والحاجات اللي انا بشوفها على السوشيال ميديا دي وعلى التواصل الاجتماعي كله، المنصات كلها، ايا كان يوتيوب ولا فيسبوك بقى ولا تويتر ولا فيس ولا اي حاجه، احنا كده بنمنع الناس اللي زي دول ان هم يقولك انا مالي، فلان تعبان انا مالي. يا جماعه عشان الناس ما تقولش انا لو جراله حاجه انا السبب في موته. حرام 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 حرام. آه، احنا مفيش حد بيموت حد، مفيش حد بياخد روح حد. ربنا سبحانه وتعالى ولكل اجل كتاب. في النهايه يا جماعه عايزه اقول ان ربنا سبحانه وتعالى ولكل اجل كتاب. مفيش حد بيموت حد خالص ولا حد بياخد روح حد. الناس البسيطة، عزرائيل، الناس المعلومات اللي تعرفها عن عزرائيل بيقول لك ان هو لف الشرق والغرب، لا لقى له شربة مية ولا لقمة ولا نفس هوا. هو ده كان عمره وده كان اللي مكتوب له وكان هيموت بالطريقة دي. حتى لو حد غير ريهام سعيد هي اللي تكفلت بعمليته، احنا المفروض نشجع الناس دي ان هي تحس بالناس اللي زينا، مش يبقى الهجوم عليها بالطريقة دي وبالوضع ده. لا انا مش مع الناس. هي كتر الف خيرها وربنا يكتر من امثالها. ربنا يبارك في كل واحد يشارك في مأساة اي حد او يرفع العبء عن اي حد او يسدد دين اي حد. ربنا يبارك لهم ويبارك لاي حد في اي حتة في اي مكان. وده كان الفيديو بتاعنا. يا ريت اللي يشوف الفيديو بتاعنا يعمل لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة. يا احلى حبايب واحلى متابعين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا لكم والسلام عليكم.